السلام عليكم. تعالوا اوريكم دلوقتي بالصوت وبالصوره الاستاذ مصطفى جويلي وهو بيقول لك اسباب عدم مشاركه الاهلي في البطوله العربيه، وهتضحك والله هتضحك، اللي هي فعلا قناه الضحك. طيب، وكمان بيقول لك ان الاتحاد العربي هو اللي رفض الاهلي، مش الاهلي اللي رفض يشارك. هتسمع بودنك دلوقتي، مش انا اللي بقول، ده هو اللي بيقول. لما كابتن خالد الغندور بيقول له بياكد عليه: انت عندك معلومه؟ قال له ايوه عندي معلومه. هنسمع بقى معلوماته ومعلومته. قبل بس ما نسمع الاستاذ مصطفى جويلي وهنرد عليه، لان الكلام ده مش هينفع يتسكت عليه، لازم يترد، لانهم حاطين الاهلي في دماغهم. حاطين الاهلي في دماغهم. انت رايح تلعب البطوله العربيه، ما تروح تلعبها، انت مالك ومالنا. قبل بس ما نسمع مصطفى جويلي، اشترك في القناه لو لسه مش مشترك، فعل زر الجرس، شير فيديو وحط له لايك جميل زي حضرتك. تعال نسمع مصطفى جويلي ونرد عليه. الحقيقه لو عندك معلومه. لا، المعلومه الحقيقه يا كابتن ان الاتحاد العربي اتحاد ملتزم جدا، بيلتزم باللوائح، بيلتزم بالقوانين، بيلتزم بالبنود اللي هو واضحها لمشاركه اي نادي. الاتحاد العربي عرض على النادي الاهلي ان هو يشارك في التصفيات. يشارك في التصفيات اللي هي هتؤهل للمشاركه في النهائيات. لان الفرق اللي هتشارك في النهائيات مباشره اللي هي في الدوري المجمعي، اللي هم ابطال الدوري، ابطال الفرق بتاعهم، زي الفرق اللي هو اختارها، اللي طلع الاول او اللي طلع الثاني في البطوله السابقه يعني. الاهلي كان الثالث. لكن النادي الاهلي ما اعتذرش. النادي الاهلي شاف ان هو ازاي يشارك في التصفيات. النادي الاهلي كان عايز يخش مباشره. النادي الاهلي لم يعتذر. الاتحاد العربي هو اللي رفض. الاتحاد العربي رفض طلب النادي الاهلي ان هو معلومه مؤكده. لا، وخالد الغندور بيقول له دي معلومه مؤكده، بيقول له دي معلومه مؤكده. يعني بص، واثق من نفسه. طب والله العظيم يا استاذ مصطفى، لو سالتك على اللوائح بتاع البطوله العربيه ما هتعرفها. لو سالتك على نظام البطوله العربيه ماشي ازاي مش هتعرفه. الاهلي يا استاذي اللي انت بتقول عليه رفض يشارك عشان خاطر هيلعب في الدور التمهيدي او في الادوار الاولى. طب بالنسبه للنصر السعودي، اخباره مع حضرتك ايه؟ ما شاركش ليه هو كمان في الادوار الاولى مع انه كان ثالث الدوري؟ اهو ادي يا عم ترتيب الدوري السعودي. طيب يا عم بلاش ده، يعني انت عندك الهلال والنصر والاتحاد مشاركين من السعوديه، كلهم كانوا واخدين بطل الدوري وكلهم مش هيشاركوا في الادوار التمهيديه. طب بالنسبه للمغرب، الوداد والرجاء الاثنين هيشاركوا في الادوار النهائيه. ليه ما فيش واحد فيهم يعني الاثنين واخدين بطل الدوري في المغرب، ما واحد فيهم حتى يشارك في الادوار الاولى؟ اشمعنى الاثنين؟ فانت ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه. لا، هو واثق من نفسه، يقول لك انا عندي المعلومه، معلومه مؤكده. يا استاذ العزيز اللي انت مش عارف اي حاجه في اي حاجه، انا اقول لك بقى. الاتحاد العربي خصص حاجه اسمها الدعوات الاربعه، مخصصهم لمين؟ لجماعه اللي يلعبوا في المرحله، الانديه تلعب في المرحله النهائيه، من ضمنهم الاهلي. الاهلي يا جماعه رفض، مش الاهلي اللي رفض يشارك، ده المدير الفني للاهلي كولر هو اللي رفض يشارك، لان الدوري هيخلص 15/6 والبطوله العربيه هتبدا 20/6، يعني هيبقى في تلاحم. فالاهلي قال لك مش هينفع كده، الاهلي ما هوش فاضي، انتوا عالم فاضيه، ما وراكوش غير الدوري المصري وشكرا، روحوا العبوا فيها. وبعدين ما تلعبوا وانتوا ساكتين، انتوا مالكم ومال الاهلي؟ ما تروحوا يا عم تلعبوا ولا تنسحبوا ولا اي حاجه، انتوا حرين. لكن ما تجيبش الاهلي وتقول بينسحب وترفض، بطل كلام انت مش عارفه. فعيب لما تبقى راجل صحفي قد الدنيا وما انتش عارف اي حاجه وبتطلع على الشاشات وبتكتب في جرايد. عيب لما تطلعوا تضحكوا على عقول الزملكاويه، عيب كده. خليكوا في ناديكم. يا رب تكون الرساله وصلت. سلام.